السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد من فيلم ترند. انا لسه خارج حالا من فيلم الست، والحقيقه انا عايز اعمل ريفيو سريع كده، سريع جدا عن الفيلم، لان انا كنت متوقع حاجه قويه جدا وللاسف انا الفيلم ما عجبنيش. مش كل حاجه ما عجبتنيش في الفيلم، ولكن بالنسبه انا كنت واثق في منى زكي انها هتقدم اداء قوي جدا بالنسبه لتقمص الشخصيه، وده حصل بس في نهاية الفيلم. لكن من بداية الفيلم كان الموضوع بالنسبة لي كان مربك جدا الحقيقة، وكنت قلقان من نقطة مهمة جدا وهي موضوع الغنى. الغنى هنا كان أسوأ ما يكون، لأنها كانت بتقدم الموضوع ماشي زي عارفين الدم ماشي اللي كان قبل كده زمان بنجيب أغاني وبنحرك شفايفنا عليها، بالظبط هو ده اللي حصل. وده كان من أسوأ ما يكون يا جماعة. مفيش حد يقدر يقدم الشخصية بكل ما فيها، من ناحية الغنى، من ناحية تجسيد الشخصية، من ناحية كل حاجة في الدنيا. أنا كمتفرج وواحد مطلع على السينما عندي ترشيح قوي جدا، وأنا مش عارف إزاي الترشيح ده ما جاش في دماغهم. غالية بن علي يا جماعة، غالية بن علي، غالية بن علي يعني تعتبر بنت أم كلثوم أصلا مع إنها تونسية، ولكن صوت، أداء، تمثيل، كل حاجة في الدنيا، كل حاجة في الدنيا انت عايزها في الكاركتر بتاعت ام كلثوم هتلاقيها موجودة في غالية بن علي بكل بساطة. ولكن الحقيقة برضو علشان ما بقاش قاسي قوي على الفيلم، في نقاط قوة كتير جدا. اولهم السينماتوجرافي خرافي، بكل ما تحمله الكلمة من معنى. السينماتوجرافي كان عبقري جدا، هتستمتع بالتصوير من اول لحظة لاخر لحظة. الايديتنج كان فيه مشكلة، لان كان في اللي هو فاست كات على طول، كاتات سريعه ورايحين جايين بنتلخبط بالزمن، هو كان في لخبطه برضو. انا بقول ان احمد مراد كان عنده مشكله في الكتابه، لان في لخبطه ولخبطني. انا قاعد انا مش عارف انا في اي فتره من الزمن، احنا في 52 ولا احنا في عصر الملكيه ولا احنا فين؟ انا تهت، ما بقتش فاهم الاحداث ماشيه ازاي. وكمان مروان حامد خد اول الافتتاحيه بتاعت الفيلم كانت خرافيه. ابتدينا بالحفله اللي موجوده في فرنسا، انا مش عايز احرق الاحداث بكل تاكيد. وبعد كده ابتدينا نرجع فلاش باكس كتير، فلاش باك، كل شويه فلاش باك، كل شويه فلاش باك، لغايه لما توهنا. وبعد كده راح قفل بنفس المشهد الافتتاحي، وده انا شايفه نحت من كريستوفر نولان، من اعمال كريستوفر نولان. هو معودنا على ده، بس هو بيكون عاملها علشان هو قاصد حاجه، قاصد ان هو يوصل فكره من الموضوع. لكن بالنسبه للي حصل ده كان توهان. انا كنت خايف جدا ان كل الكاست اللي احنا شفنا ناس تقيله جدا، كريم عبد العزيز، شفنا احمد حلمي، شفنا مين تاني كان مليان. هو حرفيا الكاست كتير جدا، ودي اسماء انا كنت متاكد ان هتقدم لنا حاجه قويه، وكنت خايف ان الاسماء دي نبيع بيها الفيلم. واتضح ان الاسماء دي احنا حرفيا بعنا الفيلم بالاسماء اللي موجوده على البوستر. منى زكي مش افضل حاجه. كمان انا لو قعدت اتكلم عن الفيلم هتكلم للصبح. فانا ما عنديش طاقه الحقيقه ان انا اتكلم عن كل حاجه في الدنيا، ولكن في حاجات كتير قوي ضايقتني. اولهم موضوع الغنى، تاني حاجه موضوع اللهجه، ان انا ما بقتش فاهم هي من الفلاحين ولا هي من الصعيد ولا ايه بالظبط. هي بيقولوا ان هي من السنبلاوين. طب السنبلاوين دي مدينه في المنصوره، ليه هم لابسين لبس صعيدي؟ ليه هم بيتكلموا مصري اصلا، شويه مصري على شويه فلاحي على شويه بورسعيدي؟ فايت دازنت ميك اني سنس، مش منطقي، الموضوع مش منطقي اطلاقا. الحقيقه اللي حبيته في نهايه خلاص بعد ما عدينا حوالي ساعه ونص من الفيلم، الدنيا ابتدت تتحسن شويه بالنسبه لمنى زكي. غالبا اخر ساعه او اخر نص ساعه في الفيلم ابتدينا نطلع شغل حلو، وابتدينا نشوف منها شغل حلو. ولكن كمجمل كتوتال العمل كله لا، ما اتبسطتش، ما طلعتش مبسوط. كنت اسمع ام كلثوم لوحدها افضل بكتير جدا. وحقيقي انت لما تسمع في اخر اغنيه في الفيلم هي اللي هتبسطك، علشان يطلعك مبسوط من الفيلم بيجيب لك اغنيه لام كلثوم لوحدها. وبس كده، دي مش كل حاجه عندي عن فيلم الست، ولكن هنا بكون وصلت لنهايه فيديو النهارده. فلو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك، شير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.